عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. جايين النهارده فيديو جديد واستكمالا لسلسله الريفيوهات بتاعه ميك اب ماي واي اللي كلكم طلبتوه مني، ويا بيبو عايزين نشوف المنتجات والميك اب بتاع ماي واي. ادينا بنجيبه حاجه حاجه. وبحاول شويه روجات، شويه كريم اساس، شويه باودر، شويه موناكير، شويه بلاشر، شويه ماسكارا. بحاول اخد من كل لاين كده حاجه، ونبدا نعمل عليها ريفيو ونكون تجربتنا الشخصيه. وحابه اوضح لكم ان اي ريفيو بينزل هنا هو نابع عن تجربتي انا بس الشخصيه. يعني ايه؟ يعني ممكن الحاجه اللي انا منزلاها وعجباني ممكن تكوني انت جربتيها وكان ليكي تجربه وحشه جدا معاها، والعكس ممكن الحاجه اللي كانت مش عجباني تكون انت جربتيها ومشيت معاكي وكانت حلوه. فهو في الاول وفي الاخر هي مساله اذواق، وانا بس كل اللي بعمله ان انا بنقل تجربتي انا الشخصيه اللي كانت ممكن تكون متوافقه معاكي او لا. تمام تمام. عايزين كمان قبل ما نبدأ عايزين نرحب ونشكر كل أخت حبيبة انضمت معايا للقناة وبتكبر القناة وبتكبر عيلتنا. شرفتونا ونورتونا، ومبسوطة جدا جدا بدعمكم وبتواجدكم. وعايزة اقول لكم ان ما شاء الله من ضمن الإحصائيات بتاعة القناة ان في اخوات حبايبي من بعض الدول العربية. عايزه اقول لكم ان المتصدر المغرب، احلى تحيه للمغرب، وكمان المملكه العربيه السعوديه احلى تحيه للسعوديه. وفي معانا الجزائر، وفي معانا العراق، وفي معايا تونس، وفي الاردن. دول اللي انا متذكراهم. فلو حد موجود معايا من بعض الدول ديت يثبت لي كده في الكومنتات حضوره ويقول لي انا من بلد ايه. وعايزه كل حد بيتفرج على الفيديو ده يقول لي هو بيتفرج عليا من ايه دوله. وباذن الله هنزل لكم كمان سكرين شوت لكل حد هيعلق معايا في الكومنتات يقول لي هو من ايه، من اي بلد. هنزل السكرين شوت بتاعه باسمه في الفيديو اللي جاي، وهعمل له كمان احلى تحيه باسمه. بحبكم جدا، وما تبخلوش علينا باللايك يا بنات، وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل علشان يوصل لكم كل الاشعارات اول ما انزل الفيديوهات. بحبكم جدا، ويلا نبدا مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف جايين النهارده نتكلم في ايه من المنتجات او الميك اب بتاع ماي واي. مبدئيا كده لكل الناس اللي مشرفونا، حابه اعرفكم بس ان شركه ماي واي شركه مصريه، فكل المنتجات هي منتجات صناعه مصريه. جايين النهارده نتكلم شويه عن البلاشر اللي هو احمر الخدود. طيب، في اول حاجه عايزه اتكلم عليها هو اللاين بتاع ريد. احنا عندنا لاينين بالنسبه للميك اب في ماي واي. عندي اللاين بتاع ريد اللي هو الاقل شويه في الكواليتي، واللي اعلى شويه في الكواليتي هو اللاين بتاع بيرلي هو اعلى في الكواليتي، اعلى كمان في الباكج، في كل حاجه هو اللاين نمبر 1. فانا جبت واحده من اللاين بتاع ريد وجبت واحده من اللاين بتاع بيرلي، ونبدا نقارن ما بينهم ونشوف ايه الفرق، لان كلنا كبنات بنحب جدا جدا احمر الخدود وما بنستغناش عنه. فانا جبت من احمر الخدود بتاع ريد جبت اللاين بتاع بينك فوشيا. تعالوا نفتحه مع بعض ونشوف. اولا ده الباكج بتاع ريد. الباكج بتاعه ضعيف متواضع. هو واخد اسم اللاين ريد عشان هو الباكج بتاعه كله بيعمله احمر في احمر، سواء بقى احمر خدود، سواء روج، ايا كان. بيجي في علبة كده، ما بيجيش متسلفن اهوت. بصوا هو ده شكله بالظبط بيجي معانا. تعالوا نفتحه كده مع بعض. ادينا فتحنا العلبة من جوه اهو. ده شكل الباكج. هو علشان بيقول ان هو ريد، الدرجة بتاعته عشان لو حد حابب ياخدها معانا 8413 اللي هي الدرجة دي اللي هي بينك فوشيا، دي الدرجة اللي معانا. تعالوا كده نفتح. بصوا، مش بقول لكم الباكج بتاعه متواضع، بس هي على فكرة ما اتكسرتش، لان هي بتبقى زي العاشق والمعشوق. بصوا هي بتدخل اهي، بس هي ما اتكسرتش. بس انا بقول لكم ان هو مش افضل باكج ولا افضل كواليتي في الباكج وفي في الخامات يعني. تمام. تعالوا نشوف. اولا هو ناعم جدا تحت ايدي قوي قوي. بصوا البيجمنت بتاعه اهو. ناخد شويه حلوين عشان نعرف نحكم. دي الدرجه، يا رب بس تكون ظاهره لكم. ناخد شويه كمان اهي. بصوا هو ناعم جدا، بس انا مش عارفه هو ليه مش ظاهر لكم في الكاميرا، ولا ظاهر ولا ايه. درجته على فكره عجباني اهو. بصوا ناعم جدا، ناعم قوي على فكرة، فعجبني بصراحة.
ملوش ريحة، ملوش ريحة خالص. هو درجة عجباني اللي هو ناعم، بس طبعا مش هنحط كده قوي، انا حاطه كتير هنا ليه؟ علشان اظهر لكم بس الدرجة. لكن هو الدرجة بتاعته على فكرة هتبقى حلوة، هتناسب كل البشرات، سواء الفاتحة سواء الخمرية سواء الغامقة. الدرجة بتاعته عجباني، حلوة، ناعم وسهل الفرد. ده كل اللي اقدر اقوله فيه. بس ثباته ضعيف. هتبقي محتاجه تحطي منه كميه حلوه لو انت عايزاه يثبت معاكي فتره اطول، لان هو بيطير. وخلي بالكوا اي حاجه باودري بتطير درجه ثباتها بتبقى قليله. فلو انت عندك اي اي شادو مثلا او اي بلاشر باودري وعايزه تزودي نسبه ثباته، حطي قبليه حاجه كريمي. لو حطيتي قبليه حاجه كريمي وجيتي حطيتي عليه الباودري، درجة الثبات بتبقى أعلى. لكن هو لا غبار عليه. الدرجة بصراحة عجبتني جدا، الدرجة كانت موفقة، هتناسب كل أنواع البشرة، هتناسب كل درجات البشرة. سعره حلو، وكمان كميته حلوة، هيقعد معاكي كمية حلوة، وسهل في الفرد وسهل في التوزيع. فبالنسبة لي كان حلو. طيب دي من اللاين بتاع ريد. طيب تعالوا نشوف اللاين التاني. اللاين التاني اللي هو بتاع ايه يا بيبو؟ اللي هو بتاع بيرلي. ادي اللاين التاني اللي هو اللوس باودر بتاع بيرلي اهوت. نازل منه درجتين، الدرجة اللي هي الروز، ونازل الدرجة اللي هي الخوخي. طبعا انا جبت اللي عليها خصم 50% اللي هي الروز، اللي هي الكود بتاعها 8409. بتيجي بقى العلبة اهي كده، الباكج بتاعها بيبقى احلى اقيم. تفتحيها كده اهي، الدرجة بتاعتها 84، الكود قصدي 8409. دي بتبقى لوس، التانية كانت مضغوطة، هو ده الفرق. بصوا دي لوس ودي مضغوطة، وادي الدرجتين. تعالوا نفتحها مع بعض اهي. دي الدرجة بتاعتها، هعملها كده. دي بقى روزيه فاتح قوي، الدرجة دي حلوة قوي، انا عجباني اكتر. بصوا الدرجة دي خطيرة، تحسيها فيها سنة هايلايتر شوية، تبقى حلوة قوي قوي. بصوا بصوا الدرجة وجمالها، تحسيها فيها هايلايتر اكتر. الدرجة دي عجباني قوي قوي برضو. ناعمة جدا، نعوميتها اكتر من دي على فكرة. الدرجة في الحقيقة من غير الكاميرا وهم يا بنات، وفيها جليتر، فيها سنات جليتر، بس حلوة قوي. الشمر اللي فيها حلو قوي. عايزة اشوف بس لو قفلنا الاضاءة هتظهر لكم ولا لا. اهي بصوا انا كده قفلت الاضاءة، ودي على الحقيقة خطيرة، خطيرة جدا. انا بحاول اقلل لكم، بصوا بحاول العب شوية في الاضاءة اهي. بصوا كده نخلي الاضاءة كده احلى. دي الدرجات كده على الحقيقة خطيرة، عجبتني جدا جدا. الدرجة دي حلوة قوي قوي قوي، رهيبة. كمان عشان لوس باودر حلوة قوي اهي، عجبتني بصراحة وحبيتها جدا. والباكج بتاعها كمان، بصوا الباكج بتاعها كيوت قوي قوي قوي. فبالنسبة لي الاتنين حلوين، سواء دي او دي. بس لو انا هختار بتاعت بيرلي اكتر بصراحة، النعومة اللي فيها. وبصراحة انا بحب الجليتر، يعني اللي يحب الجليتر ياخد الدرجة دي، اللي مش عايز جليتر ياخد الدرجة دي، لان دي مط ما فيهاش اي جليتر. ففي الاول وفي الاخر هي بتعود لذوقك، كل واحد يختار الحاجة اللي هو عاوزها واللي هي هتناسب ذوقه. كده احنا اتكلمنا عن الاتنين لاين. الاتنين لاين بصراحة حلوين، ودرجاتهم كمان حلوة اهم. بصوا حتى البيجمنت بتاعهم عامل ازاي. ده كل اللي اقدر اقوله. حلوين، سعرهم حلو، سعرهم على قد الايد. الاتنين في الفرد سهلين الفرد وسهلين التوزيع، درجاتهم حلوة، درجاتهم مختلفة. فبصراحة حلوين جدا وعجبوني جدا. انا لغاية هنا وصلت كده لاخر الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش طبعا علينا باللايك وبالشير وبالسبسكرايب. واي حد عايز اي ريفيو عن اي منتج يقدر يسيبهولي، وباذن الله هلبي رغباتكم كلها. بحبكم جدا، واشوفكم على الف خير في فيديوهات جايه حلوه كتير. مع الف سلامه، باي باي.